ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ النهارده معانا فيديو جديد في الوحدة التانية عندنا في الترم التاني 2026. طبعا لو انت اول مرة تشوفنا اشترك وفعل الجرس عشان بيوصلك كل جديد شرح وحل المنهج بتاعك. عندنا اول ليسون في الوحدة التانية. عندنا اول حاجة جزء الايه الكلمات، طبعا هي بيتكلم عن الكوكب بتاعنا. فعندنا اول حاجة الكلمات المفتاحية الكي فوكابلري، ركز معايا. يعيد تدوير ريسايكل، يعيد تدوير ريسايكل. يقلل reduce reduce. يعيد استخدام reuse كوكب planet. وخلي بالك ان في حرف الاي قبل التي، عشان لو شلت حرف الاي هتكون كلمة نبات. خلي بالك من حاجة زي دي. يطبق او يستخدم apply. طيب نكمل عندنا بقية الكلمات. عندنا دليل جايد، زي كلمة تور جايد كده خدناها قبل كده. مواد خام materials. فضلات أو يهدر waste ممكن تيجي معنى يهدر أو فضلات. إعادة تعبئة refilling. كمية أو مقدار amount. كهرباء electricity. يحمي protected. يحفظ saved. يتجنب avoided. نكمل عندنا. بيقول أفعال اللي هي الإرجولار غير منتظمة، كلمة kept. يتعلم learned. طيب نكمل عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. طيب عندنا بدلا من instead of يشير إلى stand for. الاعتناء ب care for. عندنا برضك دي معناها الاعتناء بيه، لكن يعتني بيه take care of. تمام، take care of. يحول شيء إلى شيء، مثلا turn into. يتخلص من throw away. طيب تعالوا نكمل عندنا. بيقول هنا عندنا الورد اللي هي الكلمة، وديفينيشن اللي هي التعريف اللي عليها. عندنا أول حاجة كلمة بلانت اللي هي الايه الكوكب. طبعا قلنا في حرف التي فدي معناها كوكب، لازم تميزها بكده. تمام، دي بلانت مش بلانت. طيب كوكب بيقول لك the place where we all live we must keep it clean and safe. بيقول لك المكان اللي بنعيش فيه ويجب أن نحافظ عليه ونجعله آمن. reduce معناها يقلل. using less of something انك تستخدم شيء اقل. like water or electricity to avoid waste، انك مثلا تقلل من استخدام المية والكهرباء عشان تتجنب انك تهدرها. عندنا كلمة reuse اللي هو استخدام الشيء مرة اخرى. using something again instead of throwing it away، انك تستخدم حاجة مرة تانية بدل من انك ترميها. يعني مثلا استخدمت ازازة مية ممكن ترجع تستخدمها تاني، ما ترميهاش. طيب نكمل عندنا. recycle يعني إعادة تدوير. trying old materials into new things، المواد القديمة بنحولها مواد جديدة. like paper زي الورق. بلاستيك اللي هو البلاستيك، والماتيريال اللي هو ميتال اللي هو المعدن. طيب عندنا كلمة apply. طبعا to use something you know in situation، انك تستخدم حاجة في موقف حياتي، تستخدم الحاجة بتاعتها، يعني حاجة بتستخدمها في الموقف الحياتي بتاعك. طيب عندنا الجزء choose اللي هو الاختياري. we should not the amount of water and electricity we use. بقول لك لازم نعمل في كمية المية اللي بنستخدمها والكهرباء، طبعا نقلل، يبقى هنقول reuse. طيب earth is the not where we live، المكان اللي بنعيش فيه، يبقى دي طبعا الكوكب اللي بنعيش فيه. بقول لك الأرض، يبقى الكوكب رقم دي. خلي بالك قلنا اللي آخرها اللي فيه قبل التي. To نقط means trying old materials into new things، تحول الأشياء القديمة لحاجات جديدة، يبقى دي اسمها إعادة تدوير recycle. طيب the teacher told us، المدرس بيقول لنا نقط the new ideas in our project. المدرس بيقول لنا نقط المشروع بتاعنا، إن إحنا نحول المشروع بتاعنا لأفكار واقعية، يبقى apply. طيب عندنا بعد كده في صفحة 46 نكمل عندنا. بيقول you can not your water bottle instead of buying a new one. بقول لك انت الازازة بتاعتك بدل ما ترميها او انك تغيرها، يبقى انك تستخدمها تاني، تعود استخدام، يبقى reuse.
he needs a big، هو بيحتاج ايه كبير of money to buy a car، عشان يشتري عربية، يعني محتاج كمية من الفلوس، يبقى amount. طيب they use different، بيستخدموا ايه مختلف such as wood and metal to make tables، هيستخدموا ايه زي الخشب والايه والماتيريال عشان يعملوا منه ايه tables، الطبليات طبعا اللي هي الايه اللي هي الترابيزة، دي يبقى materials اللي هي المواد الخام، طبعا الخشب والحديد دي مواد خام. طيب we need بنحتاج نقط to turn on the electricity the electric معلش device الأجهزة الإلكترونية، طبعا بنحتاج كهرباء عشان نشغلها يبقى electricity. طيب في عندنا بعض الايه قراءة، طبعا نقرأها سريعا. crying for our planet، العناية بكوكبنا، احنا نعتني بيه. good morning class، صباح الخير يا ايه طلاب. today we will talk about how to keep our planet clean using the 3Rs. بقول لك النهارده هنتكلم عن ازاي نحافظ على الايه الكوكب بتاعنا نخليه ايه نظيف. تمام نكمل بتاعنا. نكمل عندنا بيقول what are the 3Rs، ما هو المقصود بالايه 3Rs. قلت لهم they stand for reduce reuse and recycle، انها ترمز للتقليل وإعادة الاستخدام وإعادة الايه التدوير. طيب بيقول what does reduce means، معنى كلمة تقليل ايه. تعالوا نشوف عندنا بيقول that it means using less، for example don't waste water or electricity، بيقول لك تعني انك تستخدم كمية اقل، على سبيل المثال لا تهدر الماء او الكهرباء. طيب نكمل عندنا بيقول it means using things again like refilling a bottle instead of throwing it away، بيقول لك ان احنا نستخدم الاشياء ايه مرة اخرى، مثلا اعادة ملء الزجاجة بدلا من التخلص منها. طيب what about recycle، ماذا عن اعادة الايه التدوير. تعال نشوف قالت ايه عندنا. بتقول that's when we turn old things into new ones، انك تستخدم مواد ايه انك تعمل اعادة تدوير، انك تصل الاشياء القديمة تعمل لها ايه اشياء جديدة like paper plastic. remember class you should apply what you learned today at school and at home to keep our planet ايه clean. بقول لك زي الايه الورق والبلاستيك، بقول لهم تذكروا يا طلابي انه يجب عليكم ايه تطبقوا اللي اتعلمتوه في المنزل للحفاظ على الايه الكوكب بتاعنا. طيب عندنا في جنرال اكسرسايز في صفحة 48. اول حاجة جزء الليسننج بيكون مكتوب في اخر الكتاب. نخش على الجزء المهم اللي هو اللي تشوز. طيب to protect our planet، عشان نحمي الايه الكوكب بتاعنا we must take care of، نعتني بايه what and animals والحيوانات، يبقى نعتني بالطبيعة natural. طيب نكمل عندنا بيقول paper help us protect trees، بقول لك الورق بيساعد ان هو يحمي الاشجار، يبقى طبعا اعادة التدوير لما نعمل اعادة تدوير للورق هنحمي الاشجار لما نقطعها يعني. طيب نكمل عندنا we all live on the same note so we must keep it clean، بنعيش كلنا في نفس الايه يبقى نعيش في نفس الكوكب يبقى planet. طيب what does CD stand not compact DIS. طب هنا بيقول لك اسمها stand ايه stand for، تعبير على بعض قلنا for. don't throw all the device not you can use، مترموش ممكن تستخدمه تاني، يبقى throw away ترميه ايه بعد throw away. طيب بيقول عندنا save some money instead not wasting it on games، توفر فلوس بدل انك تصرفها في اللعبة يبقى instead of. طيب نكمل عندنا read and complete. بيقول عندنا بيقول recycling means trying to old materials into new things، بيقول لك إعادة التدوير تستخدم المواد القديمة تحولها لأشياء جديدة. recycling helps us، إعادة التدوير بتساعد keep our world، العالم بتاعنا يكون ايه نظيف. طبعا لما نعمل إعادة تدوير بنخلي العالم بتاعنا أو البيئة بتاعتنا نظيفة. we can reuse recycle، ممكن احنا نعمل إعادة تدوير ايه paper الورق plastic and glass and metal، ممكن نعمل إعادة تدوير الورق والبلاستيك والإزاز والمعدن. when we recycle we can less energy and save
nature نحمي الطبيعة. my family عائلتي reuse old plastic bottles to make pots for plants on our balcony. يقول لك عائلتي بتعمل ايه؟ بتعمل إعادة استخدام للايه؟ للأزايز. ممكن تعملوا زي مثلا أواني أو اللي هي زي الفخار مثلا عشان يحطوا فيه ايه؟ نباتات في البلكونة. طيب نكمل عندنا. القطعة بيقول keeping our environment انك تحافظ على البيئة clean is very important. ده شيء مهم. we should throw trash in bins. لازم نرمي القمامة في سلة المهملات. we shouldn't throw trash on the ground. مينفعش نرمي القمامة على الأرض. planting trees and plants makes the air fresh and cool. بيقول لك النباتات بيقول لك الأشجار والنباتات إنك تزرعها ده بيجعل الهواء ده بيكون أحسن ونقي يعني. we must save water and electricity. لازم نوفر من المية والكهرباء. recycling also helps nature. إعادة التدوير بتساعد الطبيعة. walking or riding bikes instead of cars keeps the air clean. تخلي الهواء أحسن. طيب هنشوف أول كلمة عندنا بيقول the underlying word fresh can be replaced by. ممكن نحل محلها بكلمة ايه؟ كلمة فريش يعني حاجة حلوة حاجة كويسة. كلمة نويزي يعني دوشة. كلين يعني نظيف. important هام. بيزي يعني مشغول. طبعا كلين دي الكلمة اللي تمشي مكانها. the main idea of the text. القطعة بتتكلم عن ايه او اهم حاجة في القطعة ايه؟ طبعا natural food الطعام الطبيعي. لأ. fresh water مياه النقية. clean homes protecting the environment. ايوه ان احنا نحمي البيئة. طيب what should we do with trash. نعمل ايه مع القمامة؟ لنا we should throw trash in the bins. نحطها في سلة المهملات. why is planting trees good for the environment. ليه مهم للبيئة؟ makes the air fresh and cool. بيجعل الهواء نقي ورائع. summarize the text in the one sentence. لخصه في جملة واحدة. نطلع فوق عندنا هنقول اللي هي keeping our environment clean is very important. وده يكون السؤال رقم 5. طيب نكمل عندنا سؤال البانكتويشن. عندنا أول حاجة هتبقى الدبليو كابيتال اللي هي ايه؟ what can you do with all the plastic bags. يبقى في الآخر question mark عشان ده سؤال بدأ استفهام اللي هي كلمة what. it's important to take care of nature. طبعا دي جملة عادية الاي كابيتال وفي الآخر فول ستوب. طيب عندنا آخر حاجة جزء الباراجراف. طبعا زي ما أنا كاتب بيقول what can we do to help our planet. نعمل ايه عشان نحمي الكوكب بتاعنا؟ هنقول our planet is all place where we all live. طبعا ده المكان الوحيد اللي بنعيش فيه. we must keep it clean and safe. لازم نحافظ عليه ونجعله نظيف. we should reduce the amount of waste we make every day. لازم نقلل من النفايات اللي بنعملها كل يوم. we can recycle to save material. لازم نعمل إعادة تدوير للمواد عشان نحميها. كده وصلنا لحد آخر الفيديو. لو عجبك اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.